السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل فتة العريشية بطريقة صح ومية مية على اصولها. مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة، والله تتفاجئي منها. امشي بس على المقادير بالظبط وان شاء الله تطلع معاكي ناجحة. انا دي معايا لحمة غسلها كويس، منضفاها كويس جدا يعني من الدم بتاعها، نضيفة جدا وتمام. دلوقتي معايا معلقتين سمنة، ومعايا عود قرفة واتنين مستكة وورق لورا وفصين توم، ومعايا فلفل اسود وبهارات لحمة وطماطم، ودي زهرة سكر علشان اللحمة لو كبيرة شوية بتساعد معاكي في السوا. انا دلوقتي حاطة حلة كبيرة على النار لحد ما تتشرب من اي سوائل فيها، وانزل فيها بمعلقتين السمنة. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان اقدملك كل جديد. انا كده بقى هنزل بفصين المستكة، هسيبهم في السمنة لحد ما احس ان هما دابوا خالص معايا. هفضل بس اقلبهم شوية لحد ما احس ان هما اختفوا خالص من السمنة. هنزل دلوقتي بقطع اللحمة، هديها بس صدمة كده في البداية واديها وش تحمير كده خفيف. ده بيساعد ان اللحمة تستوي اسرع، وكمان بيبقى ليها تكة كده في الطعم حلوة جدا، بتحتفظ بالسوائل بتاعتها وبتبقى طعمها يعني حتى لو طولت او خدت سوا او انتي عملتي فيها اي حاجة بتبقى محتفظة بطعمها الطري الناعم كده من جوه، بتبقى حلوة جدا. فالصدمة دي بتبقى كويسة جدا للحوم يعني، بتبقى حلوة كويسة. انا كده اهو حمرتها، اديتها الوش التمام بتاعها. هنزل دلوقتي بالتوابل بتاعتي، حطيت القرفة واللورا، مش هحط التوم دلوقتي خالص عشان ما يتحرقش معايا ويبقى مدي طعم مرارة للشوربة. فتة العريشية اهم حاجة الشوربة، لان هي الاساس بتاع الفتة. انا دلوقتي نزلت بالبصل مقطعاها شرائح صغننة، ومقطعة طماطم، واحط التوابل دلوقتي، وحطيت فص الثوم، واحط ذرة السكر. تمام. انا كده بقى هديهم تقليبة كويسة مع بعضهم لحد ما احس ان البصلة بدأت تدبل وريحتها غرقت الدنيا. هحط مش هحط حاجة تاني يعني معاها، هفضل بس اشوحها شوية لحد ما زي ما اتفقنا البصلة تدبل. اهم حاجة نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. محتاجة دعمكم ليا علشان اكبر واستمر واقدم لكم كل جديد ان شاء الله. انا كده خلاص بقى اديتها التقليبة التمام وغطيتها بالمية المغلية، مينفعش احط لها مية ساقعة من الحنفية خالص، لازم مية مغلية علشان اللحمة زي ما اتفقنا تحتفظ بالعصارة بتاعتها، ودي الفايدة بتاعتنا اللي احنا بناخدها اصلا منها. فدلوقتي حطيت المية وهغطيها، مش هحط لها ولا ملح خالص ولا مرقة ولا الكلام ده كله بتاتا. اللحمة سوت معايا وطلعت جميلة وشربتها حلوة قوي. انا كده بقى بحط معلقة سمنة علشان احمر اللحمة بتاعتي، ما ينفعش احمرها في زيت. السمنة بتديها طعم حلو جدا، ولو في زبدة يا سلام هتبقى طبعا احلى بكتير، بس المتاح عندك عادي اعملي بيه، مش هنقف على حاجة محددة. انا كده بقى هبدأ احمر قطع اللحمة.
عايزاكي بس تجربيها وتقولي رأيك، وإن شاء الله هتعجبك جدا. هي بسيطة ما فيهاش تقلية زي الفتة بتاعت بس لا لذيذة جدا يعني. دي فتة العريش يعني، حاجة كده متأصلة. بصي انا كده خلاص حمرت اللحمة تمام. هديها بقى فص الثوم. فص الثوم دوت هيديها طعم وريحة حلوة جدا. لو مش هتحط لها صلصة او حاجة، انتي فص الثوم هيديكي تكة حلوة جدا. اهم حاجة خلي بالك ان الثوم ما يتحمرش زيادة عن اللزوم، علشان ما يديش طعم مر احنا مش بنحبه. فخلي بالك من النقطة دي، وان شاء الله تطلع معاكي حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب. مين لسه ما اشتركش؟ اتمنى تشتركوا في قناتي عشان استمر واقدم كل جديد. انا كده بحط لها رشة فلفل اسود ورشة ملح عشان تبقى مظبوطة، مع ان هي والله ما كانتش محتاجة كل دوت، بس عشان تبقى مظبوطة ويبقى طعمها حلو. الخطوة كل شوية يقع، معلش بقى. انا كده بقى علشان اخد طعم التومة بحط معلقة شوربة عليها، وتاخد بس هي قبل اقل من دقيقة كمان، وبشيلها من على النار على طول. بتاخد طعم التومة وريحتها. بصوا يا بنات دوت خبز الصاج، ان شاء الله هنزله معاكم قريب. هنزله لكم، طريقته سهلة جدا هتقدري تعمليه في البيت. دوت انا بحمصه، ما عندكيش مش قادرة تخبزي ومش قادرة تعملي عادي جدا. ممكن تعملي لو عندك رقاق ولا حاجة تحطي رقاق عادي جدا، بيبقى برضو حلو. انا دوت خبزته، ان شاء الله انزل لكم الفيديو قريب، استنوه. هيعجبكم جدا. انا بديه تحميرة صغننة بسيطة جدا، يدوب بس لونها بيبدأ ياخد لون ذهبي فاتح، مش بغمقها علشان دي هنحطها في الفتة، وما ينفعش يبقى طعمها محروق او طعمها متحمر زيادة عن اللزوم. اللون الذهبي دوت بيبقى افضل حاجة في الفتة. لو انتي مش من الناس اللي بتحب التحمير في الزيت، عادي ممكن تحطيه في الفرن، هيتحمص وهيبقى برضو جميل جدا. انا كده خلاص اديته اللون اللي انا عايزاه، مش هطول عليه اكتر من كده. كده خلصنا كل حاجتنا وبقينا تمام. عملت رز بشعرية. الرز كلنا عارفينه، الشطورات ما شاء الله عليكم. كده هبدأ اقطع او اكسر الفطير اللي انا عملته او خبز الصاج دوت. الكمية اللي انت عايزاها بقى يعني زي ما تحبي. هغرقها بقى بالشوربة بتاعة اللحمة، تبقى سخنة جدا والرز سخن جدا. وهنزل دلوقتي بالرز على الخبز دوت بعد ما شربته الشوربة. تمام، هغطيه كله بالرز. رز عادي جدا يا بنات، والله رز بشعرية عادي بسيط جدا، مفهوش اي اختراع. بس واللحمة اتحمرت وتحط لها التومة والفلفل. عايزة عندك تحطي بهارات، عايزة تحطي اي حاجة انتي حابة تضيفيها، توابل او حاجة انتي حباها عادي جدا ممكن تعمليها. بصوا هي ابسط التكلفة، ابسط الحاجات، بس طعمها حلو جدا والله. انا بحسها بالنسبة لي يعني احسن واخف من التانية بمراحل. وان شاء الله نبقى نعمل الفتة التانية قريب بإذن الله. ادعموني بس علشان تشوفوا الفيديوهات اللي بنزلها. انا كده خلاص تمام خلصتها وكانت حلوة جدا. كل حاجة بتتكلم عن نفسها، الخبز الصاج، الرز، اللحمة، الشوربة، كل حاجة اللهم بارك يعني كانت حلوة خالص. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبك وتشتركي في قناتي علشان استمر واقدم لك كل جديد. بحبكم في الله وشكرا ليكم جدا وسلام.